حتى الآن 26 هدف، وسجل في مرمى 13 هدف كأقوى دفاع. وهدف أول مبكر، هدف أول مبكر لمصلحة فريق النصر من الهجمة الحقيقية الأولى في هذه المباراة مع الدقيقة الأولى. وهنا لوم يعني بين محمد جحفلي وبين زميله في خط الدفاع بعد هذه الكرة التي تهيأت عرضية داخل منطقة الجزاء. ومن خلال المحاولة الأولى ينجح فريق النصر في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق أحمد الجيزاني. أحمد الجيزاني المهاجم المتألق في صفوف فريق النصر يستغل هذه العرضية، يستغل هذه الكرة المتقنة باتجاه منطقة الجزاء، ويستغل أيضا غياب الرقابة الدفاعية. عرضية كانت جميلة من فهد الرشيدي باتجاه زميله أحمد الجيزاني، والجيزاني ببراعة برأسه يلعب الكرة بعيدا عن متناول حارس المرمى. نقول أن فريق النصر هو صاحب أقوى دفاع، لكن هو يثبت قوته الهجومية من خلال هذه الكرة العرضية الملعوبة من فهد الرشيدي والمتابعة بالرأس عن طريق أحمد الجيزاني. أول أهداف النصر في